تخيل كده تبص البيت من بره شكله مثالي، زوج بيحب مراته ومراته جميلة وذكية والناس كلهم شايفاهم سعدة، لكن ورا الباب المقفول في قلوب سودة. الزوجة بتفكر ازاي تخلص من جوزها للأبد. في أمريكا سنة 2009 زوجة كانت اسمها داليا كانت بالليل بتبتسم لجوزها وصحيت الصبح عايزة تمسح اسمه من الدنيا. داليا ما كانتش عايزة انفصال ولا ورق محاكم، داليا كان عندها خطة عايزة تنفذها علشان جوزها يموت. قعدت جوه عربية مع واحد افتكرت انه قاتل مأجور، تحكي له كل التفاصيل. ببرود يخوف قالت له: عايزة جوزي يتقتل واخلص منه في التوقيت ده والمكان ده. جوزي هيكون موجود في الشقة لوحده وهديك 7000 دولار. لكن اللي ما كانتش تعرفه إن واحد من المقربين منها حس إن في حاجة مش طبيعية وبلغ الشرطة، ومن هنا اتعمل أكبر فخ في حياتها. الصبح بدري الشرطة لعبت دورها صح، أشرطة صفرة، عربيات إسعاف وضباط واقفين كأن في جريمة حقيقية حصلت. اتصلوا بيها وقالوا لها جوزك اتقتل في الشقة. داليا جريت وهي بتصرخ وتعيط، مين اللي عمل كده؟ انهارت قدام الضباط كأنها بطلة فيلم درامي. المفاجأة كانت في اسم الشرطة، قاعدة على الكرسي عينيها مليانة دموع مصطنعة. وفجأة الباب اتفتح، دخل مايكل جوزها حي يرزق، بصلها نظرة مليانة غضب ومرارة. ساعتها وشها اتجمد، مفيش دموع مفيش انهيار بس صدمة. الشرطة قالت لها الحقيقة، القاتل اللي اتفقت معاه ده كان ضابط سري وكل كلمة قلتيها متسجلة بالصوت والصورة. هنا وقع القناع، الست اللي مثلت الحب بمهارة اتكشفت على حقيقتها. المحكمة حكمت عليها ب16 سنة سجن.